الاتحاد السكندري ولا في كلام مع المصري ولا الكلام ده اصلا موجود؟ ومحمد ابراهيم لا كان في كلام. انا بقول ما كانش في، هو ما اتقالش ان مثلا الاتحاد طالب محمد ابراهيم والزمالك بيفكر يبدله لا، ده اتقال ان الزمالك قرر انه يعرض باسم مرسي للبيع ويمشي محمد ابراهيم ويوقف. لكن انت على كلامك ان محمد خلاص موجود في الزمالك. موجود في الزمالك موجود. ابراهيم صلاح قرار اداره، قرار مستشار مرتضى منصور، قرار ميدو. امبارح برضه في تصريح المستشار مرتضى منصور قال ان هو قرار ميدو صرف، يعني هو وحازم قال مش عايزينه فقال لهم تمام. بص، هو حضرتك الاول القرار ما كانش قرار ميدو برضه عشان اكون واقعي، هو كان رغبه من كابتن ابراهيم ان هو يروح نادي تاني. يعني هو اتكلم مع الاستاذ مرتضى انه يروح نادي تاني، فالاستاذ مرتضى قال له يعني ايه اقعد وكده يعني. وبعدين جه تاني بعد كده الكلام ده اتقال من كابتن ميدو وكابتن ابراهيم برضه. بس ده كابتن ابراهيم صلاح في كل تصريحاته في التلفزيون. انا ما بعرفش اكذب بقى يعني. يعني ممكن كان هو يبقى مقموص مثلا عشان ما بيلعبش. لا ده قال انا سمعت القرار ده من التلفزيون، قال انا ما اعرفش. يعني تاني مره ماشي، هو ما طلبش تاني مره، بس هو طلب مره اولانيه قبلها ب3 ايام. ممكن هو طلب مثلا على سبيل يعني لو مش هلعب خلاص هروح اي نادي تاني كده. وبعدين اصل قالها كذا مره يعني طلب كذا مره من الاستاذ مرتضى. وكان قرار كابتن ميدو ان هو مش في احتياج ليه. طب انت يعني كواحد عشان نبقى واضحين بس. ايوه عشان نبقى واضحين. ودي برضو حاجه انا عن نفسي لغايه دلوقتي بحاول اتعلمها بقى كده ولا كده. استاذ مرتضى من مدرسه المدير الفني اللي يقول بيتنفذ. انا شايف ان ده المدرسه دي هو عيد تاني الحته دي. استاذ مرتضى من مدرسه ان المدير الفني طلباته لازم تنفذ. طب ولو طلباته اختلفت مع المستشار مرتضى؟ بتنفذ، ما بتختلفش، هو لازم بينفذها. انا مش من اصحاب المدرسه دي، انا من اصحاب ان الاداره لازم تتدخل في بعض الامور. زي ايه؟ زي مثلا كابتن صلاح سليمان. كابتن ابراهيم صلاح مشاه، كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن طلبوا الاستغناء عنه. طبقا لمدرسه الاستاذ مرتضى هو بينفذ رغبه المدير الفني. المدير الفني رافض ان ده يبقى متواجد. طبقا لوجهه نظري انا ان لا، واحد مثلا سنه كده او ممكن المدير الفني ده يبقى مش متواجد السنه الجايه. فانت بتخسر واحد من مواردك، يعني اللعيب في الاول وفي الاخر يعتبر ملك للنادي. فاستاذ مرتضى من اصحاب المدرسه دي، اي قرار هتلاقيه سواء باستبعاد او بوجود لعيب ده قرار بيبقى مدير فني. طب عايز السؤال ده هساله لاحمد مرتضى منصور، وتنسى ان انت ابن المستشار مرتضى منصور. انت مع ولا ضد فكره